كتبدا القصه ديالنا في لندن مع البروفيسور غوستاف اللي وجهه مشوه بالجروح والغراز. كيكون كيدرس الجراحه في معهد الطب وهو حاليا واقف في قاعه الدرس. كيبان لنا واحد التلميذ هو كيهضر مع صاحبه وكيقول ليه بلي ما كيقدرش يركز فاش كيكون كيقريهم هاد الوحش. هنا كنشوفوا تلميذ اخر موراهم كيدافع على غوستاف وكيبان انه مهتم بداك الشيء اللي كيقريه الاستاذ. سالات الحصه وهما خارجين كنشوفوا غوستاف مع التلميذ واللي سميتو ماكس، وهنا غوستاف كيقول لماكس بلي محتاج المساعده ديال شخص مهتم وذكي بحاله في واحد التجربه كيقوم بها. كيوافق ماكس وكيمشي مع غوستاف. كيوصل ماكس وغوستاف للدار ديالو اللي كتكون فيها واحد البنت واللي سميتها مايا كتهرس الطباصل. فاش كتشوفهم هاد البنت كتمشي كتجري عند غوستاف وكتعنقو وكتقول له غوست. هنا كنعرفوا انها ما كتعرفش تهضر مزيان. كيبغي غوستاف يعرفهم على بعضياتهم ولكن مايا كتضرب ماكس لوجهه وكتمشي كتلعب. كيقول ماكس لغوستاف باللي مايا زوينه ولكن حمقى شويه. كيجاوبو غوستاف وكيقول ليه باللي دماغها تآدى في واحد الحديثه ولكن انا صلحتو ليها ولكن رجعت كتصرف بحال الاطفال. من بعد ايام كتبان لينا مايا كتفيق من النعاس وماكس حداها هاز دفتر وستيلو. فهنا كنعرفوا ان هذه هي الخدمه اللي طلب منه غوستاف يديرها. في العشيه كنشوفوهم بثلاثه في غرفه الجراحه وغوستاف كيشرح في واحد الجثه. هنا مايا كتطلب من غوستاف حتى هي تجرب، فغوستاف كيقول لها سيري لداك الجثه ليه، وكتمشي مايا وكتلعب بالجثه. مباشره من هذا الشيء كنضربوا دوره مع مايا في الدار وكنشوفوا حيوانات غريبه، كلب براس بطه ودجاجه براس كلب. في الليل كتكون مايا مع غوستاف وكتسولو منين جبتيني، حيت الخدامه قالت لي باللي انت ماشي بنت غوستاف الحقيقيه. كيحكي لها غوستاف باللي والديها الحقيقيين خلاوها معاه ومشاو يستكشفوا غابات الامازون. من بعد غادي يعرف باللي والديها ماتوا وما رجعوش وهو بقى مربيها لحد الان. في الليل كيقرر ماكس ومايا يطلعوا للسطح ويشوفوا المدينه من الفوق، وكتقول مايا لماكس باللي عمرها خرجت من هاد الدار. فكيقرر ماكس انهم غدا في الصباح يخرجوا للمدينه، وفي نفس اللحظه ماكس كيلاحظ الغراز اللي عند مايا في عنقها. في الصباح كتطلب مايا من غوستاف يخليها تخرج هي وماكس للمدينه لاول مره في حياتها، واخا ما كيبغيش ولكن مايا كتقدر تقنعه. وهم في العربه وفي طريقهم للمدينه غوستاف كيقول لمايا باللي خارج الدار راه العالم خطير جدا ويمكن تموت بقرصه بعوضه او حتى زلزال. هنا كنشوفوهم كيستمتعوا بالوقت ديالهم ومايا فرحانه بزاف، ولكن في لحظه غوستاف كيقول لهم غادي نرجعوا للدار دابا حيت راه جايه عاصفه كبيره. ماكس كيسول غوستاف علاش كيخلع مايا بحال هكا، وكيقول ليه غوستاف باللي خاصها تعيش في النمط والمعيشه اللي مصوب ليها انا في الدار باش نتائج التجربه يخرجوا صحيحه ونقيه. كنشوفوا ماكس وهو في المكتب ديال غوستاف كيقلب في الكتوبه ديالو. في لحظه كيلقى ماكس واحد الكتاب مكتوب عليه مايا وفيه رسومات ديال الدماغ وبيبي صغير. في نفس اللحظه كيدخل عليه غوستاف كيقول ليه ماكس باللي غادي تعاود ليه الحقيقه ولا نمشي عند البوليس. هنا كيجلس غوستاف وكيقرر يعاود لماكس. كيقول له باللي كانت واحد البنت قررت تنهي حياتها ونقزات من الجسر وجات في البحر. من بعد ساعات غادي يلوحها الماء للشاطئ ويلقاها واحد الصياد وجابها ليا باش نعالجها، ولكن انا قررت انني ما نعالجهاش واخا كان بالامكان ديالي ننقذها غير بالتنفس الاصطناعي، ولكن قلت مع راسي هي اللي قررت تنقز باش تموت. والانسان حر في حياته الشخصيه وانا حسبتها هديه جات من عند القدر، خصوصا وانها كانت حامله. فهنا قررت انني نحط الدماغ ديال البنت في الجسد ديال امها، وهنا كانت فكره جهنميه. هنا ماكس غيبقى حل فمه وما غيقول والو، خصوصا وان غوستاف كيقدر يقنع ماكس بان هذا الشيء في صالح العلم. هنا كيمشي ماكس لعند مايا وكيلقاها بدات كتكتشف احاسيس جديده واخا هي باقيه صغيره عقليا. فاش كتشوفو كتقول له هي فرحانه باللي اكتشفت الطريقه باش تفرح في اي وقت بغات. فكيقول ليها ماكس باللي هذا الشيء ما خاش ديرو قدام الناس. مع مرور الايام وكيكون غوستاف وماكس كيتغداو، تما غوستاف كيقول لماكس باللي راه لاحظ انها معجب بزاف بمايا وحتى هي معجبه به. فكينصحو غوستاف باش يتزوج بمايا، الشيء اللي غادي يساعد غوستاف باش يزيد يدرس الحاله ديال مايا وكيفاش غادي تطور الاحاسيس ديالها. في العشيه كيبان لينا غوستاف هو مع واحد الشخص سميتو ستيفن، وهو كيقرا واحد الالتزام فيه باللي مايا فاش تتزوج بماكس ما خصهاش تخرج من الدار بلا الاذن ديال غوستاف. ستيفن كيقول لغوستاف باللي هاد المراه اللي غتقبل بهذا الشرط راه اي راجل يتمنى يتزوج بها. في الليل كتبان لينا مايا في بيتها حتى كيطلع عليها ستيفن وقال لها تفتح السرجم، ولكن قالت له راه مشدود بالقفل ونعتات له باش يتلاقاو في السطح. وهنا في السطح كيقول لها ستيفن باللي باينه فيك مرة خاصها تعيش الحياه، وهاد الاشخاص اللي عايشه معاهم انت دابا ما غاديش يخليوك تعيشي هاد الحياه اللي انت بغيتي.
وانا راني غادي نمشي غدا للبرتغال، الا بغيتي تمشي معايا فمرحبا بك. بلا ما تردد مايا وافقات. في الصباح كتمشي مايا لعند غوستاف وكتقول له باللي غادي تمشي تسافر مع واحد الشخص سميتو ستيفن، وكتعاود له اش وقع بالضبط في الليل. فغوستاف كيقول ليها باللي راكي مخطوبه لماكس دابا وما يمكنش تسافري وتخليه. هنا كتغوت عليه مايا وكتمشي لبيتها باش تجمع حوايجها ديال السفر. كيجي عندها ماكس وكيقول لها باللي راحنا مخطوبين دابا وغادي نتزوجوا، ما يمكنش تمشي وتخليني. مايا كدير راسها اقتنعت، ولكن فرمشت عين كتهز واحد المنديل وكتسخف به ماكس. فماكس كيطيح للارض. في هذه اللحظه كيدخل غوستاف وهو هاز بزاف ديال الفلوس وكيديرها في الكسوه ديال مايا وكيخيطها وكيخرج. لا غد ليه كيفيق ماكس وكيمشي عند غوستاف وكيقول ليه علاش ما وقفتيهاش. فكيقول ليه غوستاف بلي الانسان حر في الخيارات ديالو. في المقابل كنمشيو للبرتغال فين كتكون مايا اللي كنلقاوها هي وستيفن كيستمتعوا بالوقت ديالهم فوق الناموسيه. فاش كيساليو كتخرج مايا من الاوتيل باش تدور في المدينه، كتدخل من هاد الدرب كتخرج من الاخر، في الاخر كترجع للاوتيل. كتلقى ستيفن مخلوع وكيقول لها ما خصهاش تبقى تخرج بوحدها. كتقول له مايا باللي ما كاينش الوقت للنقاش دابا، يلاه نلعبوا شويه. كنرجعوا لعند هاد الجوج وهما كياكلوا. ماكس كيسول غوستاف شنو هي هاد الاله اللي حداكم برونشيه مع كرشك. فغوستاف كيشرح لماكس باللي فاش كان صغير الاب ديالو كان كيدير عليه التجارب، وفي واحد من هاد التجارب زول ليه الجهاز الهضمي ديالو كامل، ودابا كيعتمد على الهضم الاصطناعي. هادشي علاش كيطلق فقاعات من فمو مره حيت ما كيقدرش يتنفس من التحت، وحتى الجروح اللي في وجهه وراسو اللي ماشي طبيعي بسبب الاب ديالو. كننتقلوا لعند مايا وستيفن مره اخرى وهما جالسين في القاعه ديال الاوتيل. حتى كتجي عندهم واحد المراه وهي كتعيط لمايا بالسميه ديال فيكتوريا. فكتقول لها مايا بلي ما سميتهاش فيكتوريا وغير تخلط لك مع شي وحده اخرى. بعد شويه كتطلق الموسيقى في القاعه وكتنوض مايا كتشطح وكيتبعها ستيفن. فاش كيساليو كيرجعوا يجلسوا. هنا كتجي عند مايا واحد المراه وواحد الراجل وكيقولوا ليها حنا غادي نشطحوا في الساحه ديال المدينه، الا بغيتي تمشي معانا. كتوافق مايا وكتمشي معاهم. كيشوفها ستيفن وكيمشي يدابز مع داك الراجل اللي غاديه معاه، ولكن مايا كتعصب وكتضربو بكاس. في الوسط ديال هاد الاكشن كامل كنمشيو لعند غوستاف اللي كيكون في القاعه ديال الدرس حتى كيطيح فجاه. فاش فاق كيقول له ماكس باللي راه منين مشات مايا وانت ماشي بخير. جاوبو غوستاف وقال ليه باللي مايا غير تجربه وخاصني نكون بحال الاب ديالي، ديما كنسبق العلم على العواطف والاحاسيس. هنا ماكس كيعطيه رساله وصلات من عند مايا كتقول لهم باللي هي بخير في البرتغال. كنرجعوا لعند مايا اللي كيقول لها ستيفن باللي عنده مفاجاه ليها وباللي خاص تدخل لهاد الصندوق ويشد عليها. داكشي اللي كدير مايا. بعد مده كيتفتح الصندوق وكتخرج مايا وما كتعرفش راسها فين حيت ما كتعرفش شنو هي اصلا السفينه. هنا مايا ما كيعجبهاش الحال وكتقول ستيفن راه كان خاص تتشاور معايا وكتعصب وكتشد عليه الباب. في الليل كتخرج مايا وكتلقى واحد من الطاقم ديال السفينه كتسولو مايا فوقاش غادي تحبس السفينه. كيقول لها غادي نحبسها في طنجه من بعد 3 ايام. في الصباح ستيفن كيقول لمايا وهي كتكتب لغوستاف رساله باللي فاش غادي تشوفي البلاصه اللي غنوصلك ليها من بعد غيعجبك الحال بزاف وغادي تسامحيني. فما كتجاوبوش مايا وكيقول لها انا راه كنبغيك ما يمكنش ناديك، واش حتى انت كتبغيني؟ كتقول ليه مايا باللي هي ما كتعرفش معنى الحب اصلا وباللي ما كتامنش بشي حاجه ما كتشوفهاش. هنا مايا كيتقاضى ليها ستيلو وكتقول لستيفن يمشي يجيب لها واحد. فاش كيمشي ستيفن كتنوض مايا لعند واحد المراه وكتقول لها عجبني شعرك بزاف. وهنا كيتعرفوا على بعضياتهم وكنعرفوا ان سميت المراه ماريا والراجل سميتو توماس. كيجي ستيفن وكيقول لمايا يلا نرجعوا للبيت. وهما راجعين ستيفن كيقول لمايا واش تزوجي بيا. كتقول ليه مايا ما نقدرش حيت راني مخطوبه لماكس. فكيقول لها باللي راكي قبلتي تجي معايا غير باش تهربي منه، اذا راكي كتبغيني، هذا هو معنى الحب. فقالت له مايا باللي قبلت تمشي معاه فقط باش تعيش المغامرات. هنا كنشوفوا مايا وماريا وتوماس في السطح ديال السفينه، ومايا جالسه كتقرا كتاب ديال الفلسفه وكتناقش مع توماس. فكيجي ستيفن وكيقول لها يلا نمشيو، ولكن مايا ما كتبغيش. ستيفن كيشد الكتاب وكيلوحو في البحر وكتعطيها ماريا كتاب اخر حتى هو كيرميه في البحر وكيمشي مع الصبر. لا غد ليه كنشوفوا ستيفن سكران وكيقول لمايا يلا نمشيو للبار، ولكن هي كتقول له ما نقدرش حيت غادي نتلاقى بماريا. فهو كيقول لها واش عاوتاني هاد ماريا راه غادي نمشي نقتلها، ولكن في الاخير كيشدوه الطاقم ديال السفينه. في الليل كنشوفوا مايا وهي غاديه عند توماس وكتقول ليه باللي راه بدات كتخاف من ستيفن. كيقول لها مازال ما شفتي الخوف الحقيقي اللي كاين في العالم وغدا غادي نديك لواحد البلاصه. في الصباح ومن صوت الاذان كنعرفوا ان السفينه قربات للمدينه، وكنشوفوا مايا وتوماس غاديين للمدينه وطالعين لواحد البرج. فهنا كيقول لها توماس يلا نوريك واحد المنظر. هنا مايا كتصدم فاش كتشوف اطفال صغار ميتين بالجوع وكتقول توماس مال هادو. فكيقول لها هادو فقراء. كتقول له مايا خاصنا نعاونوهم ضروري باش ما يموتوش. كيقول لها الا هبطنا لتحت راه غادي يفترسونا غير باش
يعيشوا. هنا مايا كتمشي كتجرب باش تنقز عندهم، ولكن كيشدها توماس وما كيطلقهاش واخا هي كتعضو من يدو. هنا كترجع مايا للسفينه وهي مصدومه من داكشي اللي شافته، وكتلقى ستيفن مشتت الفلوس كامله فوق الناموسيه. فكتقرر مايا انها تديهم لداك الناس، ولكن ما كيخليوهاش الطاقم ديال السفينه تنزل، وكيقولوا ليها باللي هما غادي يتكلفوا ويوصلوا داك الفلوس لداك الناس. كترجع مايا لعند ستيفن وكتلقاه معصب حيت سرقوا له الفلوس، فكتقول له مايا راه هي اللي داتهم ليه وعطاتهم لواحد الناس كيعانيو. فهنا كيتعصب ستيفن وكيقول لها باللي هذيك الفلوس كامله اللي كانت عنده ودابا راه ما بقى لهم والو. في نفس اللحظه كيدخل عليهم القبطان وكيقول لستيفن باللي سمع شي اخبار كدور كتقول باللي ما بقاش عنده الفلوس باش يخلص الكماله ديال الطريق، وباللي راه غاديين يحطوهم في المحطه الجايه. في الليل كنشوفوا مايا مع توماس وكتقول له باللي راه ما غاديش نكملوا الرحله وغادي نحبسوا في المحطه الجايه، وكتوادى معاه. هنا كنشوفوا مايا وستيفن جالسين في باريس محنسرين بلا فلوس، وهنا مايا باش تصلح الغلط ديالها كتمشي تقلب على شي اوتيل اللي يجلسوا فيه. كتلقى اوتيل وفي الباب مرا واقفه سميتها سونيا. كتقول ليها مايا باللي راه بغات غرفه في الاوتيل ولكن ما عندهاش فلوس. كتقول لها سونيا انت بنت زوينه وما يمكنش نضيعك من يدي، وكتقول لها باللي حتى تسالي مع الكليان ويخلصك عاد غادي تعطيني 10 فرنك. مايا ما فهمت والو بقات ساكته، فقالت لها سونيا باللي هذه اسهل طريقه باش تربح الفلوس مقارنه مع الوقت القصير اللي غادي تدوزو هي والكليان ناعسين. هنا مايا سمعت الفلوس وهي غادي تنعس مع راجل بلا تردد، دخلت للاوتيل مباشره. من بعد ما كتعيش مايا تجربه جديده في الدار كترجع فرحانه لعند ستيفن وكتعاود ليه اش وقع منين جابت الفلوس. كيتصدم ستيفن وكيقول لها باللي راك رسميا وليتي بنت الذين، وكيقول لها انت راكي شيطان خرج لهذا العالم وباللي الرحله ديالهم كتسالي هنا. فهنا مايا كتقول له باللي اول مره كنحس براسي حره وكنتحكم في حياتي كما بغيت وانت هو الشيطان، وهذا الشيء علاش ما بغيتش نوريك الفلوس اللي عندي. هنا كتجبد الفلوس اللي خبعهم ليها غوستاف في الحوايج ديالها باش تفقس ستيفن، ولكن غير هو كيشوفهم كيزيد يتعصب وكياخذهم ليها وكيمشي. من بعد كتمشي مايا لعند سونيا للدار وكتقول لها باللي ما عندهاش فين تمشي وخاصها ضروري خدمه. هنا سونيا كترحب بها وكتشرح لها القوانين ديال الدار. من بعد اسابيع وهي في الدار كنشوفوا مايا وهي وصاحبتها ساره غاديين في الشارع. كيجي عندهم ستيفن وكيطلب منها السماح وكيقول لها راه كاينه باخره غدا غادي ترجعهم للندن، ولكن مايا ما كتبغيش. كتقول له باللي ندمات انها عرفاته اول مره وكتمشي. هنا كنرجعوا لندن وكنشوفوا غوستاف وماكس داروا بحال التجربه ديال مايا على بنت اخرى ولكن بطريقه قاصحه بزاف. هنا غوستاف كيقول لماكس باللي راه محتاجو باش يدير له عمليه حيت بان واحد الورم في كرشو وخاصو يحيدو ضروري. في العمليه غوستاف كيتصدم حيت الورم كان سرطاني، وبجوج بهم عرفوا باللي راه ما بقى له والو في هاد الدنيا. غوستاف كيقول لماكس باللي خاصك تقلب على مايا باش نشوفها اخر مره في حياتي. كنرجعوا عند مايا وساره بعد ما سالاو الطقوس المثليه ديالهم. هنا ساره كتشوف ان مايا عندها غراس ديال الولاده في كرشها وكتقول لها باللي حتى انا كان عندي بيبي بحالك. هنا كتقطعها مايا وكتقول لها باللي هادو غير غراس ديال حادثه قديمه عالجها منها غوستاف. هنا كيبان لينا ماكس وهو كيودع غوستاف باش يمشي يقلب على مايا. كيقدر ماكس يوصل لستيفن اللي كيكون في السبيطار ديال الحما. ماكس كيسول على فين خلى مايا وكيقول له ستيفن باللي هذيك شيطان دمرات لي حياتي وخوات لي جيبي وقلبي. كيتضاربوا شويه وفي الاخير ستيفن كيعطيه العنوان ديالها بالضبط. هنا كنرجعوا لعند مايا اللي كتوصلها رساله من عند ماكس وفيها رسمه ديال غوستاف وهو في الفراش مريض. بعد مده كنشوفوا مايا رجعت للدار ديال غوستاف ومشات عنده وقالت له انت بخير؟ قال لها دابا بخير ولكن غدا ما عرفتش واش نكون بخير ولا لا. قالت له باللي عندي بزاف ديال الاسئله قبل ما تموت غوستاف، واول سؤال هو واش كنت حامله من قبل. هنا غوستاف ما قدرش كاع يزيد يخبي واعترف ليها وقال لها باللي تقنيا انت كنتي حامله ببنت وداك البنت راه هي انت وفي نفس الوقت انت هي امها. هنا مايا تصدمت بزاف وقال لها غوستاف خاصك تمشي عند ماكس هو يشرح لك مزيان. هنا مايا مشات عند ماكس وشرح لها كل شيء. قالت له مايا واش كنتي عارف هذا الوقت كامل؟ فكيقول لها ماكس باللي غوستاف كان كيقنعو باللي ما كاين علاش يقول لها الحقيقه واصلا صعيب مايا تفهم. بعد مده مايا كتمشي للجسر اللي نقزت منه امها اول مره وكترجع عند غوستاف وكتقول لي علاش ما خليتيش القدر ياخذ المجرى ديالو. فكيقول لها غوستاف واش تبغي تكون الاخره ديالك في شبكه ديال شي صياد؟ كيقول لها باللي تنسى اللي وقع في الماضي وتعيش حياتها حيت هذا هو القدر ديالها حاليا. فهنا مايا كتقول له بغيت نولي طبيبه، فقال لها غوستاف باللي راه غادي يخلي ليها مركز الجراحه ديالو. هنا كتبان لينا مايا وماكس خارجين وكتقول له مايا من نهار جيت ما هضرتيش معايا على الزواج، واش بسبب الخدمه ديالي في دار سونيا؟ كيقول لها اصلا الفكره ديال الزواج ما كنتش مقتنع بها كاع
وقبلت غير حيت غوستاف تلاعب بيا وانني كنت معجب فقط بالتجربه، ولكن فاش سافرتي وبعدتي عليا عرفت باللي كنت بصح كنبغيك. مايا كتسول ماكس واش قابل تزوج بيا، ماكس كيقول لها قابل. بعد ايام كتشوفوا مايا وماكس كيتزوجوا، وقبل ما يضربوا الكاغيط كيبان لينا واحد الرجل دخل القاعه وكيعيط لمايا بفيكتوريا. كتقول له مايا شكون انت؟ كيقول لها ماشي من العاده ديال الزوج يعرف راسو للزوجه ديالو. هنا كيبان ستيفن موراه وقال لهم هذا الجنرال الفريد، وراه معمر لندن بالتصاور ديال مايا اللي هي فيكتوريا، وانا شفتهم وتفكرت المراه اللي عيطات لك بفيكتوريا في البرتغال، وهنا عرفت حقيقتك ومشيت قلتها له. كيقول لها الفريد باللي قبل 3 سنين اختفيتي وانت حامله. هنا كتسولو مايا واش انت كنتي الزوج ديالي بصح في الماضي؟ كيقول لها فكتقول ليه مايا واش يمكن نمشي معاك، وكيقبل وكتمشي وكتخلي غوستاف وماكس واقفين. هنا كيوصلوا للقصر والفريد كيعمر السلاح ديالو، كيقول لمايا باللي هاد الايام ما عندوش علاقه مزيانه كاع مع الخدام ديالو وكيخاف يديروا عليه انقلاب. كيدخلوا للقصر وهما كياكلوا. مايا كتسول الفريد علاش قررت تنهي حياتها في الجسر. قال لها الفريد باللي كنتي ما كتحمليش الاطفال وكنتي كتسمي الولد اللي حامله به بالوحش. هنا كنشوفوا المعامله ديال الفريد مع الخدم ديالو وكنعرفوا الوجه الحقيقي ديال الفريد. هادشي خلى مايا تكتشف باللي ما يمكنش تعيش مع هاد الشخص في قصر واحد. بعد لحظات الفريد كيقول لمايا انه كيسامحها على الخدمه اللي كانت كتخدم في باريس، وحتى على البيبي اللي تخلصت منه، وحتى على المعامله ديالها معاه قبل ما تفقد الذاكره. في العشيه مايا كتبغي تخرج من القصر، ولكن كتلقى الباب مسدود، وهي راجعه كتسمع الفريد كيهضر مع واحد الطبيب، وكيتفقوا انهم يخدروا مايا ويديروا ليها عمليه باش يتاكدوا انها ما غاديش تولي دير داكشي اللي كانت كدير في باريس. من بعد الفريد كيعيط لمايا وكيقول لها اجي نشربوا. هي كتقول ليه ما بغيتش، وراه غادي نرجع للدار ديال غوستاف وما غاديش نولي نرجع كاع لهنا عندك، خصوصا فاش عرفت الحقيقه اللي خلاتني نقز من الجسر، وهو انك كنت شيطان. الفريد كيقول لمايا باللي انا راجلك وانا اللي كنتحكم فيك. هنا مايا كتقول باللي انا ماشي مرتك فيكتوريا، وباللي فيكتوريا لحت راسها من الجسر وماتت، وغوستاف زول الدماغ ديال البيبي ديالها ودارو في الجسد ديال فيكتوريا، وانا حداك بالجسد ديال فيكتوريا والعقل ديال بنتها. هنا الفريد ما كيفهم والو، كيقرر يتيري فيها، وهي كتمثل انها غادي تشرب المخدر، ولكن كتخوي عليه وبالغلط كتجي قرطاسه في رجلو وكينزف. هنا مايا كتجرو للعربه وكديه للدار ديال غوستاف وكتقول لماكس خاصنا ضروري نقدوه، وماكس كيقول ليها باللي الا نقدناه راه غادي يسالي معانا، خصوصا بعد ما عرف الحقيقه، ولكن هي كتقول له باللي عندي فكره احسن. من بعد كنشوفوا مايا وماكس مجموعين حدا غوستاف اللي كيكون كيودع، وهنا كتسالي الحكايه ديال غوستاف بعد ما كيموت. بعد ايام كتبان لينا مايا وماكس وساره والبنت اللي دايرين عليها التجربه في الجرده ديال الدار فرحانين، وحدهم الفريد اللي كنكتشفوا انهم داروا له عقل ديال معزه.